المتابعين والمتابعات، أسعد الله أوقاتكم وسلاما من الله عليكم أينما كنتم. قبل ما ندخل لكم في تفاصيل هذا الفيديو المهم، الفيديو المضحك المبكي بنفس الوقت، مزين وقبيلي، لا فين وصلنا، خليكم معنا ونشاهد تفاصيل مهمة. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو لا ننسي الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أيضا لا ننسي الدعاء إلى وطننا الحبيب اليمن، اللهم احفظ اليمن والشعب اليمني. أيضا لا ننسي الانضمام إلى هذه القناة. لو سمحت خدك بتشوف الفيديو، الله يسعد قلبك، اضغط لايك واكتب لي تعليق وانضم إلى القناة وتابعوا هذا الفيديو المهم جدا. هيا بنا. إنه واحد من بيت السباعي، أتمنى أن نطقت الاسم صح، حب بنت حلاق، حبها يعني حبها، وهذا الحب لا يميز لا فلان ولا زعطان. وهذا الشخص من وفائه لأنه إنسان أصيل، واللي وفي مع البنت هذه، واللي تزوجها على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه إنسان أصيل. والحلاق هذا خلق الله سبحانه وتعالى، والمزين خلق الله سبحانه وتعالى. كل إحنا سواء، كل إحنا أبناء آدم وحواء، ولكن التمييز هذا ما نزل لا بالكتاب ولا بالسنة. لماذا كل هذا لم يعني عملتم يا بيت السباعي شيء يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، بس قاطعوا هذا الشخص، عملوا عليه وثيقة، لا يجي عندهم ولا يدخل مجلسهم ولا يسلم عليهم. يا أخي لا عاد تسلموا عليه ولا يسلم عليكم، خلوه على الله. أهم شيء أن هذا الإنسان وفي مع هذه البنت. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءوكم أهل اليمن، ما قالش قال القبيلي ولا جاء الحلاق، قال جاءوكم أهل اليمن، جاءوكم أهل اليمن، أهل الإيمان والحكمة. وين الحكمة والإيمان فينا؟ إذا كنا صحيح مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، مؤمنين بهذا الدين، الله سبحانه وتعالى خلقنا سوا كأسنان المشط، ما فضل بعضنا على بعض، ما فضلش، فضل بعضنا بالمال يمكن صحيح، ولكن ليش؟ ولله في خلقه شؤون. لو الله سبحانه وتعالى خلينا أغنياء كل إحنا، فتحصل ما بش واحد يخدم الثاني. هكذا هي الحياة، شؤون الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولكن ما قالش فلان مزين ولا فلان حلاق ولا فلان قبيلي، كل إحنا سوا عند الله سبحانه وتعالى، كل إحنا سوا. أهم حاجة التقوى، أهم حاجة التقوى. يا أخي لما يجي لك إنسان بيصون بنتك، زوجه يكون من كان، كل إحنا أبناء آدم وحواء، إلا إذا القبيلي أمه ثانية والحلاق أمه ثانية، هذا أنا ما قد سمعتش بالدين هذا. لازم نكون واعيين، إحنا يمنيين لازم نكون أخوة. لماذا كل هذا التمييز؟ ما وصلنا إلى هذه الحالة إلا من التمييز حقنا. لازم نكون أخوة، لازم نكون جسد واحد يا جماعة. الله سبحانه وتعالى خلقنا سواء، خلقنا عيال 9، صحيح في بعضهم ابن 7، ولكن هذا تكون أمه تعبانة ولا يكون البيت كان مشاغب أثناء الحمل. استغفر الله العظيم. يا جماعة تقوى الله، ما وش داعي للمزايدات. والله هذا الإنسان عمل الشيء الصح. بعدين أنا مشيش، أنا بو بنفسي كلام بس مشيش أقوله، بس من باب يا عبد قبيلي أنا بقول لك حاجة، كم لك من اللحمة؟ كم لك من اللحمة؟ بعض أوقات القبيلي هذا يقيس من العيد للعيد ما يعينش اللحمة. أما بالنسبة لأنتم تقولوا عليه أنا هانا، الذي الحلاق ولا الذي يقولوا عليك مزين، أنت هانا، أنتم هانا، أنتم إخواننا وأهلنا، ما بش إحنا وياكم سوا. والله إنه خلقنا الله وخلقكم الله، ولكن العقول الناقصة هي اللي عملت التمييز. الذي يدخل عليه إنه مزين، ابنه يصطبح كبده وابنك ما يحصلش واحد بفك. يا جماعة لا تخلونيش أطلع على نطاقي، خلونا نكون. أنا قسما بالله إن قد أنا من أمس ما نمتش النوم، والسبب هذا الباطل. يا أخي صلوا على النبي، أنتم فاهمين إيش قلة الأصل؟ أنتم فاهمين إيش هي النذالة؟ إن الإنسان لما يكون يولي يتهبش حق الناس، لما يكون يولي يأكل حق الناس ظلم، لما إنسان يكون عين الضعيف وما يقفش معه، هذا هي قلة الأصل. أما فلان تزوج فلانة ولا فلان عادي، أهم حاجة أنه يتزوجها على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص ما بش غلط. والذي مش عاجب له ينطل على قولة المثل. إيه يا جماعة،
ممنوع التمييز. هذا ما حبيت أن أنا أوضحه، ولو أنا غلطان اكتبوا لي بالتعليقات، لو شفتم أي حاجة غلط اكتبوا لي بالتعليقات وأنا بجاوب عليكم. لا تنسوا الانضمام للقناة.